دكتور حضرتك بردت لي اسنان عشان تعملي تركيبه، بس صغرتها قوي. انت صغرتها ليه كده؟ يا فندم صغرتها من وجهه نظر قياس حضرتك. احنا لينا قياسات تانية في شغلنا. برد الاسنان ليه عوامل كتير معتمده عليها. احنا بنبرد الاسنان بزوايا معينه، بطريقه معينه، بليمت معين. بنقارن ما بين السنه والفك المقابل ليها فوق، او السنه والسنه اللي جنبها، عشان لما نيجي نركب نفتح مساحه للتركيبه تكون مقفله بين السنه اللي جنبها ومقفله صح في الاوكلوجن او عضه الفك مع السنه المقابله ليها. لازم بنرسم الفينش لاين او الستوب بتاع التركيبه سواء تحت اللثه او فوق اللثه بقياسات معينه. معتمدين في البرد بتاعنا على شكل السنان، اذا كان ضرس طاحن او ضرس ضاحك او سنه اماميه او سنه جايه بزاويه عشان نظبط شكلها الجمالي. معتمدين على البروز بتاع السنان مقارنه بالسنان الثانيه. معتمدين على عوامل كتيره ليها قياسات صعب ان حضرتك تخيليها، دي دراسه معروفه. فمش فكره وجهه نظرك او قياسك انت انك صغرتها، لا، انا بصغرها مش بمزاجي. انا بصغرها بليمت معين، بدراسه معينه، بطريقه معينه، عشان اقدر اعمل تركيبه صح مقفله من كل الزوايا، معتمده على عوامل كتير خاصه بعضلات الفك وعض الفك والاكل والمضغ وهكذا.